السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والرضا والتواضع والقلوب الطيبة. صباحكم هنا ورد وياسمين على قلوبكم كده أطيب قلوب في الدنيا. بس النهارده بقى كده شقلبت الأوضة كده عقدت عليها كده عليها وطيها. يعني لو خدت بالكم السراير يعني اتكسرت الاتنين. الأول كان اللي هو اللي في الجنب التاني ده وشوية لقيت التاني. فعمالة حلوة دي فيهم أجيبهم شمال أجيبهم يمين عشان أعرف أسندهم يعني كده أهو. على ما ربنا يسهل كده اهوت ونشوف النجار كده يوضبه. ان يعني الخشب جامد ما نعرفش احنا نعملهم، يعني محتاجه نجار برضك كده لسه انا برضك يظبطه. فالمهم برضك عمال يقعش منهم يمين، قلت طب انا هعملهم كده تاني العكس. يعني يعني اللي كان بالطول اخليه بالعرض واللي كان بالعرض كده اخليه بالطول علشان زي ما انتم شايفين السرير اللي قدامكم ده فلت خالص، شايفين الجناب بتاعته كلها فلتة. فقلت اخليه كده تياه بالعرض كده، كنت حاطاه الاول يعني بالطول عشان انا بالجنب كده جنب الحيطه واسنده كويس. وكمان في حاجات كده احطها كده في النص كده، عندي حله مش عارفه ايه وجيرك مش عارفه ايه عشان اسند على العروق، عشان طبعا العروق على الخشب على الخشب مسند السرير هيقع. فقلت احاول كده احط حاجه في النص كده عشان اسند عليه العروق. دلوقتي كده يا حبايبي كده تيجي الرد كده كرست لي كده تيجي قدام الحته اللي هعمل عليها السرير، عشان السرير ده هلفه كده عامله بالطول زي ما قلت لكم. ده هعمله بالطول واللي بالطول ده هعمله بالعرض. كنستني الحتة دي بقى عشان لما الف السرير كده تبقى مكانه نظيف. هحوش بقى كل الحاجات دي. يلا حبيب قلبي كده لايكات كتير للفيديو. الفيديو النهارده يستاهل طبعا اللايكات. يعني روتين النهارده جامد، يعني شجعوني كده عشان انزل لكم روتينات كده جامده. يعني الصراحه يعني كفايه تعب الروتين وكمان التصوير والمونتاج يعني يبقى صعب جدا. الواحد ما بيعمل روتين جامد زي ده، يعني انا عملت السر ده كذا مره، لفيته وحضرت لفيته وعملته كذا مره. بس ما كنتش بصور، قلت يعني كفايه تعب الروتين. والروتين طبعا صعب ومتعب وكمان تصوير وبتاع، وفي الاخر الجهاد يعني غير التصوير وبتاع غير قصدي غير الروتين وكده دي تصوير بتاع اقول كفايه تعب الروتين ويعني ما زودش التعب يعني، وفي الاخر التعب يعني للاسف ما فيش نتيجه. بس نزلتكم بقى الفيديو النهارده واتمنى كده تشجعوني عشان انزلكم كده روتينات كده تيا جامده كده تيا ومشجعه ان شاء الله باذن الله. اتمنى كده تفرحوني. بس كده يا حبايبي كده هحوش بقى كل الحاجات. طبعا هي السراير المصرية كل أي حاجة كده بنحطها من تحت السرير، يعني عشان بدل ما نحطها في ركن في الأوضة نحطه فوق الدولاب بتاع، يعني هي بتبقى باينة كده ومنظرها مش كويس. طبعا تحت السرير مش باين أي حاجة بقى يا مش محتاجينها دلوقتي بحطها. فأنا ده حتى محتفظة يعني بالكراتين والحاجات دي بحطها كده بفرشها تحت المرتبة. والشوية دي أنا حطاها كده في الشتاء، أنا بحط البطاطين تحت السراير. طبعا بقى بفرش حاجة كده على الأرضية عشان تحمي البطاطين وكده. طبعا بقى يعني تبقى بقى حاجات كده هي بلكونة قديمة بتاع. انما هفضي بقى كل حاجة كده قلت بقى بالمرة كده هلف السرير بالمرة كده أكنسه وأعمله. هنستعملها طبعا ما فيش من أسبوع أساسا عشان كل شوية بيقع وبعمله. بس قلت برضك أروقه وأعمله بالمرة. حتى أنا ما مسحتوش، يعني أنا يعني لسه مقابلاه يعني. فكنسته بس كده. طبعا هي خدت الشوكولاتة، أنا الشوكولاتة اللي كنت مخباها منهم الصراحة لقوها وخدوها. طبعا بخبي لهم برضك الحاجات تحت السرير عشان ما يعترش فيها. فأي زنقة عارفين العيال الصغيرة دي يبقى يجوا في أوقات بقى يتحكموا عاوزين حاجة حلوة ياكلوها كده، الصغيرين بالذات. بقول لهم حاجة كده بخبيها كده للزنقات اللي زي دي يعني. بقت الزرجن أوي تتحكم كده يا أخويا الصغير وهي سيف بطلعها لهم. أنا كنت مخبية الشوكولاتة تحت السرير. لقوه. وأنا بلم الحاجة مخباهم في كرتونة شافوه غدوه. المهم كده يا حبايبي كده أروق كده وأعمل. شوف أنا لسه عاملاها برضك يعني كركب برضك عيل لما كنا نايم بياكل حاجة يعمل حاجة مش عارفة ايه تلقى الدنيا عملت. ده السرير ده اللي كان سليم برضك لما جيت الف الدار ده لقيت برضك الجنب اللي بره ده فلات، شايفين اهو الجنب ده فلات. يعني هحاول كده اظبطهم كده خصوصا بقى في الشتاء اللي احنا فيها دي. يعني جايين في التوقيت المناسب. جايين في الشتاء ويقع. لف الصيف مش مشكلة، الصيف كده احنا بننفض طالع بره عشان الهوا. فطبعا في الشتاء بينبوا في الأوض بقى عشان البرد وكده تي.
فيلا الحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله ونظبطه. انا كده بحاول كده ازقه جنب الحيطه كده عشان اسندهم كويس، عشان برضك يسندوا معايا كده وما يقعوش على طول يعني. هنا بقى لميت خلصت كده نضفته كده ورجعته مكانه. هلم بقى الحاجه اللي كنت حطاها تحت كده وحطيتها، وهحط بقى كده العروق، هما بيساعدوني اهوتي. وفوق العروق كده بحط بردك كده الكراتين دي، بردك بتحمي كده المرتبه بردك. واغير بقى الملايات بقى كده بالمره كده وانا بنضف. انا بقى حطيت بقى الكراتين اهي كويسه بردك بتحمي كده الدنيا معانا. انا كانت الجنب معوج فبحاول كده اعملها بردك مفيش فايده، حطيتها بقى خلاص كده مرتبه ما تيجي عليها تظبطها. هرجع بقى كده المرتبه واحط لها بقى ملايه كده نظيفه كده صيفه بقول يا ماما استنى اشيل معاكي عشان معايا بردك بيساعدني. هنا بقى جيت احط المرتبه لقيت الجنب من الاخير ده اللي بظبطه ده العروق وقع طبعا، عشان الجنب فالت فالعروق ما بتثبتش برضه. بس انا وقفت وقفت العرق وقف، سبته واقف كده زي ما هو واقف كده معه مالي كده عشان اعرف اظبط الدنيا يعني. هفرش كده بقى السراير كده والعيال برضك يساعدوني. واحط برضك الدفايه كده الدفايه دي جميله كده بتدفي كده السرير وتبقى حلوه. وهطبق كده البطاطين واحطها مكانها كده. الحمد لله اهو المهمه كده خلصت. السرير الاولانيه كده خلاص تمام، بس التاني اللي غلبني بقى ان التلات جوانب واقعين فغلبني. افتحيل وادير فيه كده اشوف فكره كده عشان هي يثبت كده ما يثبت كده ما يقعش. ودلوقتي كثف بقى هو اللي كان عاوز يعمل المخده، قلت له لا اعمل معاك عشان مش هتعرف تعملها لوحدك. وحلو برضك ان انت تعلموا تشجعوا لكم كده على شغل البيت، حتى لو يعملوا حاجه بسيطه برضك مره في مره يشجعوا طبعا، مره في مره يعملوا اكتر واحسن. وبرضك بيساعدوك ويخف عنك شويه وتعودوا برضك على شغل البيت كده دلوقتي كده انا خلاص فرشت هنا هنقول بقى اطبق بقى البطاطين وانقل بقى الحاجات التانية اللي على المرتبة دي، نقول على المرتبة التانية عشان اعرف بقى اشيل المرتبة اعرف كده نظبطها. قلت الرد كده هاتيلي بقى المساحة كده جهزيها عشان اكنس بقى الحتة اللي في النص دي اكنسها وامسحها. طبقتهم كده حطيتهم كده مكانهم. ده المهمة بقى الصعب بقى، ده المهمة الصعبة طلع عيني فيه الصراحة. السرير غلبني قوي. طبق بقى البطانية كمان التانية تبقى جاهزة. واحوش برضك كل الحاجات برضك اللي تحتيه، برضك احوشها كل الحاجات واكنس برضك تحتيه كده واروقه بالمرة كده وانا برفع المرتبة. قعد يفرش بقى بالمرة كده على نظافة. هنا خلاص بقى كنست هنا كده اهوتي. كنست اهوتي وهمسح بقى. انا بقول لهم اطلع بره هنا عشان اعرف اروق الحتة دي. وهعمل بقى السرير بقى هو كان بالطول كده بقى هرجعه بقى بالعرض. انا عملت ده كل ده عشان الحتة اللي واقعة هوريكم دلوقتي. انا بقى طلعت الاولى كده لبره كده عشان اعرف اعمل. معلش بقى هتلقى سواء كده الكاميرا اتهزت، هما العيال رايحين وجايين بيهزوا الكاميرا وهم رايحين وجايين، معلش يا حبايبي. هتلقى بقى وانا برفع العروق كلها واقعه، شايفين العروق كلها واقعه. فدي يعني كنت كل يوم يعني الاول كنتش حاطه الحله والحاجات دي، كانت كل يوم اعملها مرتين 3 في اليوم، اقل حاجه مره كل شويه الاقيها تقع واعملها. حطيت بقى الحلل يعني والحله والبتاع الجردل ده بيسندوا شويه، يعني يقعد له كده 4 ايام ولا 5 بدل ما اعمل كل يوم. لفيته بقى يا حبايبي اهوتي الجنب ده، فشايفين بقى الناحيه ده
هتشوفوا دلوقتي بتحش خالص اهو. فانا عملت ده كل ده عشان الفه بقى يا واجيب اللوح اللي هناك ده جنب الحيطه. هنا كنس بقى اللي وراه كده بعد ما حشته. شايفين الاتنين اللي جناب دول خلاص يعني وقعوا خالص. دول برضه مشكله بقى في السرير يعني. بحاول اسنده ازاي. دي بقى يا احطه بقى جنب اسنده في الطاوله ده، اسنده جنب الحيطه، ودي يبقى هنا كده بردك لو وقع ولا حاجه السرير وراه، يعني السرير اللي وراه هيسنده. يبقى بعيد بردك عن مش يعني بعيد عن العين، ما يقعش على ولا حاجه، هيستند على السرير اللي وراه. انا بقى لفيته بقى ده كله ده عشان اجيب الخشبيه دي اللي واقعه دي جنب الحيطه كده، تسند جنب الحيطه. هرجع بقى كل حاجه كده مكانها. ودي بقى الجردل بقى والحله دي اللي هسند عليها الالواح اللي على الحرف من الجنب ده والجنب ده خليته بالطول، وهنا في النص كده تي خليته ايه بالعرض كده تي. في النص بقى اخليه كده بقى بالطول كده تي، عشان ايه اسنده على الحاجات اللي حطها دي. عشان انا بحط المرتبه ومن العيال بقى بيناموا يعملوا طبعا بالتحميل بقى تلقى بقى السرير الجر طبعا ما بيتجر بقى ان هو مخلوع بيتجر بيتزحلق، فتلقى بقى المكان واسع. طبعا مكان واسع تلقى العروق ما فيش حاجه مسنوده عليه، بيجي وقع تاني. فالمهم الحاجات اللي حطيتها دي يعني تسنده شويه. انا بحط دلوقتي المرتبه كنت خايفه العروق تقع، بس فعلا في عروق وقعت بس هما 2 بس. طبعا قلت بقى اظبطهم بقى بالمره كده قبل ايه، قبل ما يعني بعد عملت ده كله تيجي على الحاجه الصغيره دي، رحت ظبطته تاني، رفعته كده الجنب كده وظبطته. هتشوف دلوقتي وانا برفعه قلت بالمره يعني الواحد يظبطه كده كامل كده بالمره. انا اسيب كده جنب ميل كده واقع بالمره بقى. عملنا ده كله جت على الحته الصغيره دي. بعد ما فرشت الملايه وبتاع فلقيت العروق وقعت، فرفعته تاني بقى وعملته. فرشت بقى الملايه كده نظيفه كده وكبرتها. بس شوف بقى الاوتوماتيكي دي احدث تكنولوجيا بقى. السير تخلعيه كده وتظبطيه وترجعيه تاني. دي هتبقى الموضة بعد كده، تبقى دي احدث تكنولوجيا بعد كده. يعني السير جاي من المستقبل. بعد ما نقعد نزنق بايدينا بتاع ارفع الخشبيه كده وارجعها وبعد كده اعملها تاني، يعني يبقى تبقى العمليه سهله. ان دلوقتي هي ساعه ما ارتفعت مني رحت بقى يا الورا ظبطتها. انا بقى يا هكنس بقى فاضل بقى اكنس وامسح. مفيش بقى استجاله والدنيا خلاص كده بقت تمام. المهم بقى كده تمت بنجاح الحمد لله. هنا خلاص تمام كده. رجعت الحاجه مكانها. انا بقى كنست بقى ومسحت. وانا هوريكم بقى كده بعد ما فرشت بقى طبعا شكل الاوضه اتغيرت خالص. يعني يا حبايبي طبعا النظام بتاعها اتغير خالص. اتمنى كده تشجعونا باللايكات عشان ننزل روتينات جامده زي دي ان شاء الله باذن الله. اتمنى منكم يا حبايبي اترككم في رعايه الله وامنوا مع الف سلامه في رعايه الله.